اللي زرع زرع يعني ايه؟ هتفهموا قصدي كمان شويه. بطلة حكايه النهارده أبلة هناء، ست فيها سر من اسرار المحبه. الست اللي شايفينها دي هي أبلة هناء، ست جميله ورقيقه وزيها زي اي ام مصريه. اهلا بيكم في لقمه خير. أبلة هناء اعتذرت عن التصوير عشان عندها مهمه كبيره ومسؤوليه ما تقدرش تتخلى عنها، ولما عرفت هي بتعمل ايه وهي عندها 60 سنه عرفت اني ولا حاجه. أبلة هناء جارة حماتي العزيزة الله يرحمها، وعلى مدار 40 سنة كانت بتعدي على حماتي عشان تشوف لو عايزة حاجة تجيبها لها أو تقضي لها أي خدمة أو مشوار، وده لوجه الله تعالى، لأن ربنا زرع جوه قلبها طيبة وحنية على كل اللي حواليها. طبعا مش هكلمكم عن أحفادها اللي بتراعيهم وبتزرع جواهم الخير، ودايما بتخلي بالها منهم لما بيكون ابنها ومراته في الشغل، ورغم سنها اللي مبقاش شباب هي شايلة مسؤولية أطفال العيلة. الأطفال دول فقدوا أمهم اللي توفت من فترة. أبلة هناء بتروح لهم كل جمعة عشان تشوف طلباتهم وتخدمهم وتراعيهم وتعلمهم حب الناس والخير. أنا بتكلم عنها النهاردة عشان أصحاب اللقمة هم أولادها محمد ومصطفى، ربنا يا رب يساعدهم في غربتهم. وكمان شاركت معاهم إسراء خطيبة ابنها، وصاحبهم كمان لما عرف قال أنا هشارك معاهم على روح والدته الله يرحمها. عملت النهارده 100 وجبة خير، مكرونة بشاميل وفراخ مشوية، والحلو رز بلبن. ولادها حبوا يعملوا لقمة للناس الغلابة زي ما هي علمتهم. واللقمة لقمة خير زي ما لقمتنا لقمتك، المهم ان انت تعرف انك واحد مننا، انك واحد مننا. يا جماعة اللي زرع زرع وأكيد هيحصد. ربوا ولادكم على الخير تلاقوا خير زي أبلة هناء، واشوفكم على خير يا أهل الخير.